ازيكم؟ معاكم أدري. أتمنى تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. طيب، بإصابة إمام عاشور النهاردة اللي خرج في الدقيقة 25 بعد في الفاول اللي جاب له ضربة الجزاء. أول ما وقع حط إيده على كتفه وشاور للجهاز الفني. دخلت الطاقم الطبي بص عليه وخدوه على طول بعربية إسعاف لأقرب مستشفى. لسه التقارير ما بينتش الإصابة بتاعته شكلها إيه، بس بإصابة إمام عاشور النهاردة كده الأهلي عنده 8 لعيبة مصابة قبل لقاء سيمبا. هما مين؟ إمام عاشور، محمد الشناوي، أليو ديانج، ياسر إبراهيم، وسام أبو علي، محمد ضوي كريستو، أحمد نبيل كوكا اللي كان ضمن المنتخب برضه وفضل مصاب، وحسين الشحات اللي إصابته المفروض مش هتعدي الأسبوع، فإن شاء الله يلحق اللقاء ويبقى في عندنا 7 لعيبة بس. أتمنى مع اللقاء التاني لمنتخب مصر مفيش إصابات تانية تضرب الأهلي، لأن اللقاء بتاع سيمبا التنزاني هيبقى مهم جدا جدا جدا. ده مش معناه إن اللعيبة تتخاذل، لأ، اعملوا اللي عليكم للآخر، ده منتخب مصر اللي ليه الأولوية.